السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بصحه لاباس؟ واش راكم مبروكه بالصحه والسلامه وبكل ما تمنيتوا ان شاء الله. مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، اليوم ان شاء الله نشارك معكم طريقتي في تحضير سلو او السفوف بدون قلي، صحي ناجح 100%. تيجي صراحه واحد المذاق فيه رائع. اللي ذاقوا عندكم غادي يسولكم يقول لكم اعطوني المقادير والطريقه باش حضرتوه. دابا بلا ما نطول عليكم خليكم مع الفيديو حتى الاخر وفرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله. في الاول بالنسبه للمكونات اللي تنحتاج للتحضير ديال السلو، عندي هنايا كيلو ديال الدقيق ديال القمح الكامل ديال الزرع. من بعد ما غربلته حيدت له ديك النخاله الغليظه، بقى لي غير هكا على هذا الشكل هذا. حمرته في الفران، ما تنغفلوش عليه، خاصنا نبدا نحركوه مره مره باش ما يتحرقناش، ولا في الكوكوط كل وحده والطريقه اللي تتفضل باش تحمر بها الدقيق وتيجي اللوين هكا ديالو ذهبي. ما خاصناش نحمروه بزاف باش ما تجيناش اللون ديال السلو، ما تيجيناش كحل. عندي كذلك هنايا كاوكاو، واحد نص كيلو ديال الكاوكاو. من بعد ما قشرته ودهنته غير بشويه ديال الزيت ودخلته للفران يتحمر. تنفضل ما نقليش لا هو لا اللوز، تنديرهم غير في الفران تيتحمروا، تيجي المذاق ديالهم هائل وزوين بحال مقليين. كذلك حتى اللوز عندي هنايا نص كيلو ديال اللوز. من بعد ما دهنته بالزيت، ملي تنشريوه تنمسحوه مزيان باش نحيدو لا فيه شي غبره ولا تنغسلوه وتنخليوه حتى تينشف مزيان من الماء. من بعد تندهنو بشويه ديال الزيت وتنديروه في الفران، تنخليه بالقشره ديالو. حتى القشره كما تنعرفوا بان القشره حتى هي فيها بزاف ديال الفوائد. وتندخلوه للفران تيتحمر، راه تيجي الطعم ديالو غزال حسن ما نقليوه. كذلك عندي هنايا نص كيلو ديال الزنجلان. من بعد ما حمرته حتى هو في الفران كما تتشوفوا هنايا الزنجلان عندي نص كيلو. عندي هنايا كذلك كنستعمل سلو شويه ديال إيلان، واحد شويه، تيبقى اختياري ليكم. كما تنعرفوا بان إيلان عنده بزاف ديال الفوائد الصحيه للجسم ديالنا. حتى هو غير حمرته غير شوف الفران، ما تحمروش بزاف، غير شويه، غير تيسخن شويه وتنحيدوه. عندي كذلك كنستعمل في السلو كذلك الشوفان. خديت شويه ديال الشوفان اللي حمرته على هذا الشكل حتى هو في الفران. جوج معالق ديال القرفه، معلقه كبار. وعندي هنايا طحنت شويه ديال النافع وحبه حلاوه، واحد جوج معالق كبار ديال النافع وجوج معالق كبار ديال حبه حلاوه. غير صهدتهم غير شويه وطحنتهم حتى هما. شويه ديال المسكه الحره ورشه ديال الملح. وبالنسبه للسكر تيبقى اختياري لكم، تستعملوا العسل الحر ولا تستعملوا سكر ثقيل ولا تخليوها مسوسه، تيبقى اختياري لكم. بالنسبه لنا السلول ديالي غادي نجمعو بزيت الزيتون. تنفضل زيت الزيتون حسن، بان كما تنعرفوا فيها عندها فوائد صحيه بزاف. كاين اللي تيستعمل الزبده وكاين اللي تيستعمل زيت المائده، تيبقى الاختيار لكم داكشي اللي بغيتو. دابا اول حاجه غادي نطحن كاوكاو وغنطحن اللوز وكذلك الزنجلان. بالنسبه للزنجان ما غاديش نطحنو كامل، غنطحن غير واحد الكميه، واحد الكميه غادي نخليها. كذلك حتى اللوز غادي نطحن غير واحد الكميه، وواحد الكميه غادي نخليها غير نهرمشها. وكذلك حتى كاوكاو. دابا المهم خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه. غادي نطحن إيلان صافي. دابا من بعد ما طحنته غادي نغربلوه، ضروري ما تغربلوه باش حتى الا كانت شي حبيبات مازالين ما تطحنوناش مزيان. صافي. بالنسبه للشوفان هو من بعد ما طحناه هو ما يحتاجش نغربلوه، اصلا دغيا تيتطحن. غادي نضيف كذلك النافع وحبه حلاوه، ضروري ما نغربلوهم، واخا تنطحنوهم مزيان ولكن ضروري تغربلو. وكذلك القرفه حتى هي تندوزوها في الغربال.
صافي دابا غادي نبدا نطحن الزنجلان ديالي. كما قلت لكم غادي نطحن غير نصف الكميه، والنصف الاخر غادي نخليه دابا. نطحن كاوكاو، صافي. بالنسبه للكاوكاو هو هذا من بعد ما طحنته تنحاول الكاوكاو نطحنو مزيان. نطحن اللوز، نصف الكميه غادي غير نهرمشها، والنصف الاخر غادي نطحنو بحال كاوكاو، غادي نطحنوه مزيان. بالنسبه للوز تنهرمشو على هذا الشكل هكا. راه تيجي بواحد المذاق فيه غزال. اللوز ملي تنحمروه ديال القشره ديالو تيبقى فيه واحد المذاق بنين بزاف. بالنسبه للكميه الاخرى ديال اللوز كما تشوفوا رانا طحنتها مزيان حتى ولات معلكه. دابا غادي نطحن الزنجلان. الزنجلان هو من بعد ما طحناه نعلكوه مزيان حتى تيولي لنا معلك. كما تشوفوا تيلصقنا في الجناب ديال الطحانه باش حتى هو تيطلق هذيك الزيت ديالو تيجي زوين. كما قلت لكم راه ما غاديش نطحنو كله، غادي نخلي واحد الكميه صحيحه. صافي دابا نطحن الزنجلان. بالنسبه للكميه الاخرى غادي نهرمشو غير شويه، ما غاديش نطحنو بزاف، غير شويه باش تيطلق هذيك البنه ديالو مزيان احسن. ما نخليهش هكا مجموع، غير شويه ونضيفو حتى هو كما تشوفوا. نتمنى يكون واضح لكم. راني هرمشتو غير شويه، راه مازالين الحبات ديالو باينين. غير بشويه غير شويه هكا باش يطلق لنا ديك الزيت والمذاق ديالو من الافضل. عندي هنايا كذلك شويه ديال المسكه الحره اللي دقيتها مع السكر، غادي نضيفها حتى هي. وما نساوش رشه ديال الملح غير شويه. دابا غادي ناخذ واحد الكسعه ولا بانيو كبير فاش غتخلطوا. غندير القوام ديالي كامل هنا في الكسعه. غادي نحاول نحرك مزيان بهذه الطريقه هكا مزيان باش هذاك اللوز الكاوكاو والزنجلان اللي طحنا مزيان تنخرجوا مزيان ديك الزيت ديالهم تيتخلطوا لنا العناصر. كاين هاد المرحله شويه تتبغي شويه الخدمه، خصكم تحكوه مزيان هكا ما بين يديكم. بالنسبه لزيت الزيتون ما تنسخنوهاش، الا كنتو غتستعملوا زيت المائده سخنوها حتى تسخن وتبرد مزيان، عاد تخلطوا بها السلو ديالكم. كذلك بالنسبه للزبده، الا كنتو غديروا تستعملوا فيه الزبده خاصكم تذوبوها مزيان حتى تيولي اللون ديالها ماغون. عادي يمكن لكم تستعملوها باش تجيكم زوينه في السلو. انا كما قلت لكم تنفضل زيت الزيتون.
باش يبقى هاد السلو هذا صحي. كميه ديال السكر تتبقى اختياري ليكم على حسب واش تبغيو الحلاوه بزاف ولا لا. انا ما غاديش نكثر فيه بزاف. والاضافه الاخرى اللي غادي نضيف ليه الصراحه تعجبني في السلو تتبقى اختياري ليكم، غادي نضيف شويه ديال الشوكولاط اللي تنديرو في الحليب. صراحه تيعجبني المذاق ديالو، تيعطي واحد المذاق زوين. تنضيفو فيه واحد شويه صافي، وتنحرك العناصر كاملهم مزيان حتى تيتخلطوا لنا. عاد تنبدا نضيف الزيت بشوي بشوي، ودابا غادي نبدا نضيف الزيت الزيتون بشوي بشوي. ونبدا نحرك، ما تكثروش بزاف الزيت من الاول، غير شويه وانتم تتحكوا مزيان بهذه الطريقه هذه. تنحكو هكا مزيان ما بين يدينا باش تخلط لنا هذيك الزيت مزيان مع القوام. بالنسبه لنا السلو ما غاديش نكثر فيه الزيت، ما تيعجبنيش السلو تيكون ميدم بزاف اصلا. تنخليوه واحد المده تيبقى لنا في السطل، راه تيطلق هذوك الزرارع كاملهم تيطلقوا الزيت ديالهم. الافضل ما نيدموهش بزاف. نتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوا هاد السلو هذا بهذه الطريقه هذه اللي تجي صحيه وبنينه وناجحه 100%. ما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. بسلامه عليكم.